معين. هو ده الهدف ولا الهدف نحل المشكله بقى؟ لا اخترق ايه المشكله ازاي نحلها لل 20% من الطلبه؟ هو بالنسبه دلوقتي وصلنا ل 20%، مش هتحل ازاي؟ هو بالنسبه ل 70% المصاريف بتبقى تقيله عليهم، مش 20%. بالنسبه ل 70% المصاريف بتبقى تقيله عليهم. انا ببقى عارف انا بدفع ازاي. حضرتك في البدايه انت بتتكلم على السنه الجايه ولا بتتكلم على السنه دي؟ على كله. احنا دفعنا يعني حتى الرأي اللي هناخده، انا مثلا مش دفعت 200 جنيه هاخد منهم 100 جنيه، لا احنا خلاص دي انتهينا. بص اوضح لك برضه. بص دلوقتي يا جماعه المصاريف الدراسيه احنا كجامعه ناشئه تفتكروا حال البلد دلوقتي، الفلوس اللي جايه عشان نصير امور التعليم، امور التعليم مش بتكلم بقى على حتى منشأ، لا عشان نجيب مواد ونجيب خامات ونجيب مش عارف ايه. تفتكر الفلوس هتبقى الروافد زي ما هي؟ اكيد طبعا. عظيم جدا. انتوا شايفين العمليه التعليميه نيجي عليها وده الحل بقى؟ احنا ما نجيش على العمليه التعليميه. طب نعمل ايه؟ انا مثلا عارف ال 228 بتمثل كام في المية من المصاريف اللي الطالب عايزها للهندسه؟ ما احنا برضه انا عايز احط جزئيه ثانيه. احنا عندنا دلوقتي احنا كلنا داخلين يعني حظنا ان احنا نبقى جماعه عاليه في الثانويه، فطبعا احنا توزيعنا مبدئيا احنا كلنا متفقين ان ده محافظه كفر الشيخ متوسط واقل من المتوسط، ده المتوسط بتاع الناس كلها، ده جزئيه. فنيجي نبص نلاقي ان جامعه زي جامعه القاهره وجامعه اسكندريه احنا مصاريفنا اعلى واعلى منهم بدرجات، يعني هم بيدفعوا 50 و60 جنيه واحنا بندفع 200 جنيه. عندنا الجزئيه بتاعت طابع الاي تي ديت هم الكل اتكلم فيها، بس حضرتك يعني ايه الاي تي ديت انا ممكن اجي اطلع 3 4 ورقات من الكليه في السنه، يبقى دفعت كده 120 جنيه. بص عشان الخص الكلام، يعني اقتراح ان الطالب مثلا يدفع طابع اي تي لكل حاجه عايزها مره واحده في السنه. انا عايز بس اخلص عشان ما نقعدش ايه يبقى كلام ومفيش نتيجه. عايز اطلع قرار نتبناه كليه الهندسه بحيث ان احنا ايه نعرضه عشان ناخد عليه موافقه. يبقى دلوقتي نقطه ان طابع الاي تي يتم تحصيله من الطالب مره واحده على كل ايه؟ لا كل الخدمات. ده اذا ما اتلغاش يا دكتور. انا عايز اطلع اقتراح، يعني الاقتراح الاول ان هو يتلغي. الاقتراح الاول ان هو يتلغي عشان نرفع ايه؟ قبول، مش كده؟ ماشي يا دكتور، بس الاقتراح الاول ان هو يتلغي، بعد كده لو ما اتلغاش ان هو يبقى الاقتراح ده. اصلا في رسم مصاريف في اي سنه. طيب احنا سيبنا حاجتين وما خدناش فيهم كلام. دلوقتي في ناس اثارت ان بعض الدكاتره بتشتكي منها وما حليناهاش. طيب في نقطه ثانيه قلنا المصاريف وما حليناهاش. عايزين برضه نتكلم في نفس الموضوع اللي هي ايه؟ المصاريف طبعا من كتر ارتفاعها مدير شويه مصاريف، وكل ماده الطالب بيشتغل عليها بيدفع عليها ماده. مطالب منهم 800 جنيه في السنه، ولما بنيجي يعمل تظاهر طيب يدفع لها فلوس والكلام ده برضه ما بيحصلش. طب عايزين ناخد قرار في حاجه. معلش حصل موقف السنه اللي عدت مع رئيس الوزراء مع طالب هنا في مدرسه كفر الشيخ، كان طلب دعم لمشروع وكان اترفض، وكان قبل السيد رئيس الوزراء قال له الجامعه بتاعتكم مكتفيه بجميع الانشاءات بتاعتها موجوده ميزانيتها بالكامل. دعم معونات الطلبه كلها موجوده. كل جميع مصاريف الجامعه من معامل من كل حاجه موجوده وداخل الجامعه بتوصل لها بزياده. ماشي؟ الدكتور الاستاذ محمود عباد واحنا بندفع 60 جنيه السنه دي العسكريه، المفروض دي ما تدفعش كمان، بالاضافه للمصاريف الكتيره للطبعات للجامعات لمصاريف المواد اللي بتتشال، كل دي مصاريف زياده عننا. والجامعه بيقول لنا لازم ناخد من لكم عشان نبني المنشات دي، والوزير اكد نسبتنا ده، وفي اثبات حالي معانا ان الجامعه تكاليف الانشاء بتاعتها كلها كامله وبداخلها. يبقى ازاي بقى انتوا بتاخدوا مننا؟ غير طبعا ان في تفاوت في المرتبات، احنا مالناش دعوه بالنقطه دي، ولكن دي موجوده برضه. تفاوت في المرتبات عاليه جدا في مكتب الاستشارات.
احنا نسمع عنها طبعا، انا مش متاكد منها لكن بنسمع عنها رغم التفاوت العالي ده، رغم ان هم بيقول لك ناخد من جيبك عشان خاطر نبني الانشاء دي. ازاي الدعم الفلوس كلها موجوده ودي كله موجود وياخدوا من جيوبنا والانتاج التداول ده اشاعه، واحنا ككليه ما بيجيلناش حاجه. الاستشارات دي بقى لها شهور عديده، وبنشتغل مجموعه الدكاتره اللي بتشتغل دلوقتي حاليا علشان تكمل، مش عشان هدف مادي. ادي الميزانيات دي يا دكتور اكمل لك بس الميزانيات اللي بتيجي بالمستخلصات والكلام ده الشغل ده، الميزانيات اللي بتيجي، ما انا ارد عليك موجوده في البنوك والكلام. اسمع بقى يا ابني. ارد عليك. طيب الانشاءات اللي بتتعمل دي بتتعمل وبتجيلنا دعم من الوزاره مظبوط وميزانيات لها، لكن غير كافيه. انت بنيت جامعه في خلال 3 سنين بقى عندك جامعه، مفيش على مستوى العالم جامعه اتبنت في 3 سنين. يا دكتور حضرتك غير كافيه. شوف انا باكد عليها تاني مره، غير كافيه. ثالث نقطه بقى، احنا دلوقتي تفتكر فلوس الطلبه كلها لو اتجمعت بنسبه 100% كلها عشان تتحط الانشاءات كانت بنت مبنى؟ ما تكفيش مبنى. اكمل كلامي بس، اكمل كلامي. فدلوقتي انا اللي بقوله ايه؟ ان جزء كبير جدا من الفلوس بتاعه المصاريف الدراسيه بتتوجه لخدمه مين؟ مفيش حد بياخد منها مليم. مفيش واحد من اعلى واحد لاصغر واحد بياخد منها مليم. ادي رقم واحد. رقم 2، احنا يا جماعه عايزين نحل، يعني عشان ايه ما نتشعبش وعمالين نقول كلام في اتجاهات مختلفه. طيب دلوقتي في مصاريف 228 جنيه زائد 100 جنيه اللي هي ايه عن الماده لما تسقط. انتوا تقترحوا ايه؟ انا عايز واحد بس عنكم يقول شيل ال 100 جنيه تتلغى. يعني اللي يسقط انا بوضح او تنزل ل 20 جنيه انت مثلا. رايك ايه؟ اللي يشيل ماده ما يدفعش ولا 100 جنيه، 200 طب جنيه. امال كام؟ امال ايه؟ يا جماعه لازم واحد بس. يسمع له. مين بيتكلم في النقطه دي؟ ما فيش قانون يقول ان الطالب لازم يدفع في الحاجات دي. لو في قانون بيقول الكلام ده يتناقش في مجلس الشعب في الكلام ده، يتناقش فوق ويبقى عندنا عامل. يا اسمك ايه؟ جودة. بص يا جودة، القانون بيقول ان الجامعه ممثله في مجلس الجامعه هي اللي بتاخد القرارات. ده القانون. ادي رقم واحد. مفيش حاجه اسمها ان عشان تحدد مصاريف ولا تحدد طابع IT ولا تحدد الطالب لما يسقط يدفع كام عشان يخش الماده، اي حاجه من دي انه يروح مجلس الشعب. الكلام ده يبقى كده اسهل يا دكتور. كلام ما ينفعش طب ماشي. يعني دلوقتي انا عايزك دلوقتي بالنسبه للمصاريف الدراسيه تخفض. بالراحه عليا بس، انا بكتب نقطه هنخش في ال 100 جنيه تخفض ويتم مقارنتها بالجامعات مثل القاهره واسكندريه وعين شمس. ماشي. النقطه الثانيه، ال100 جنيه الخاصه بالرسوم في ماده مقارنتها بعين شمس. لا لازم واحد يتكلم يا جماعه عشان نسمع. ما لازم حضرتك، هو مفيش طالب عايز يسقط. هو مفيش طالب عايز يسقط. يعني حضرتك بتروح ندي فرصه للطلاب انهم يسقطوا، مفيش طالب عايز يسقط. طالب بس سقط. تمام. 90% نسبه النجاح عندنا كام في المية؟ عندنا بتبقى فوق 90. ده فوق 90. بتبقى فوق 90. اللي سقطوا كلهم مش مقصرين. انت بتقول كده؟ لا ما قلناش كده. لا ماشي، حتى لو مقصرين. بس عايز ايه؟ حتى لو مقصرين دلوقتي، هل قبل ما ال 100 جنيه خدوا بالكم ان احنا رايحين ناحيه ايه؟ رايحين ناحيه ايه؟ احنا رايحين ناحيه حاجه ظروف الجامعه هتختلف على فكره في اللي جاي عن اللي فات. طيب الطالب اللي سقط وتتشكل له لجنه عشان تصحح له الورقه.
نفرض انه طالب 2 3 ده المعدل مش كده؟ 4 5 طلبه، لجنه عباره عن 3 دكاتره وبيجي له وراء امتحان، بيجي له مراقبات وكنترول. طيب الناس تعمل ايه؟ سيبك مني انا. طب في جزء يعني اذا في تكلفه، بس عايز احدد ان في تكلفه بس. على فكره جامعه القاهره وعين شمس ومش عارف ايه، انت بتتكلم على مركز الاستشراف. عارف جامعه القاهره فيها كم مركز جوه كليه هندسه؟ انا بس بوضح لك بس عشان اذا كنت بتقارن ممكن يكون فيها 70 مركز. العائد بقى اللي بيجيبوا المركز الواحد في جامعه القاهره او مجموع المراكز على مستوى جامعه القاهره يغطيهم، مش عايزين الدوله. راح عليا بس انا بوضح لك عشان ماشي يا دكتور، ما عندهم. بس النقطه الاساسيه ايه؟ احنا عايزين برضه الامور تمشي ولا الامور تقف؟ خلاص تفتكر انا هروح اقول لجامعه نفرض فلوس الحكومه قلت، مش ده في احتمال كده؟ طيب واحنا هنقلل من الطلبه او نمنع، مش كده؟ طيب ما احنا عايزين اختراع بقى محدد. طيب يعني ال 100 جنيه بالمقارنه للجامعات الاخرى خلاص، وما تزيدش عن 50 جنيه برضه، ولا تزيد عن 50 على الرقم ده عن 50 جنيه.